بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير من الفيديو اللي فات اللي هو امبارح لسه يعني، بس دايما بتوحشوني بجد والله العظيم، مش كلام ولا مجامله. بتوحشني تعليقاتكم الحلوه ودعواتكم الجميله، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. وعايزه اقول لكم ان انا قمت من النوم اعمل الفيديو ده. آه بجد يعني لما شفت الفيديو بتاع امبارح، يعني انا كنت لسه بشتكي لكم امبارح وبقول انا زعلانه ان الفيديو بتاع امبارح اللي هو بتاع اول امبارح يعني ما فيش عليه مشاهدات خالص، ومش جايب مشاهدات، والمشاهدات واقعه. فسبحان الله، يعني زي ما تكون ربنا كان سامعني. الفيديو اللي نزلته امبارح منزلاه امبارح الساعة 12 بالليل، يعني نزلته من هنا وظبطت كل حاجة ونزلت الإعلان وكل حاجة وإيه ورحت نايمة على طول. قمت الصبح ما شاء الله، الله أكبر. يعني حتى انتوا لو دخلتوا كده وبصيتوا الفيديو اللي قبل ده اللي هو آخر حاجة يعني، هتلاقوه ما شاء الله، يعني لسه ما كملش 24 ساعة. وما شاء الله، الله اكبر. يعني ايه، ربنا كرمني فيه والمشاهدات بتاعته حلوة واللايكات حلوة عن الفيديوهات اللي قبل دي، عن الفيديوهات اللي قبله يعني. فبصراحة بقى ايه، انتوا لما بشوف المشاهدات حلوة واللايكات حلوة وتعليقاتكم الأحلى والأجمل، ربنا ما يحرمني منكم أبدا يا رب. بجد بتدوني طاقة كده وحماس ونشاط، بتخلوني كده بيبقى عندي باور كده زي ما بيقولوا. فبتحمس وبشجع ان انا اصور لكم فيديوهات واشتغل واعمل روتينات وكده. بصوا انا بجري. عايزه اقول لكم ان انا اللي مسرعه الفيديو كده عشان خاطر الفيديو كان طويل قوي، وبجد انا تعبت في الفيديو ده. كملوا معايا الفيديو للاخر هتشوفوا انا عملت فيه حاجات كتير قوي، كان روتين جامد يعني، مع ان ما كانش فيه لا مسيح ولا غسيل حصر ولا حاجه. بس بجد تعبت فيه، عملت فيه اكتر من حاجة، كذا حاجة يعني. بما ان انا مش هطبخ النهاردة ولا هعمل اكل، فقلت بقى ايه، امسك الشقة انفضها بقى واكنسها والفرش واخرج البطاطين بره في الشمس، لسه هنخرجها دلوقتي مع بعض. بس قلت ايه، اما انفض الحافظات والحصر واكنس وافرش واخلص، هخرج البطاطين بقى في الشمسية. الجو النهاردة كان جميل، كان بصوا صيف يعني. آه لو وصلت معايا لحد هنا اوعي تنسي تحط اللايك، اضغط اللايك الجميل بتاعك، مش هيأثر معاكي في اي حاجة ابدا. واكتبوا لنا تعليق حلو ودعوة حلوة من قلبكم، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. واتمنى ان انتوا تشجعوني دايما كده باللايكات بتاعتكم والمشاهدة للفيديو، اقل حاجة حتى 5 دقايق على الاقل. بصوا انا خليت الفيديو بيجري كده لوحده عشان خاطر ما اطولش عليكم، ما يبقاش طويل عليكم وتزهقوا وتملوا. على قد ما اقدر بأثر فيه يعني والله، بس حابة ان انا اجيب لكم كل حاجة من اولها لاخرها، ويومي كله من اوله. ده كان يومي والله قسما بالله. انا ما عملتش طبيخ النهارده، عندي محشي من امبارح، كنت عامله المحشي معاكم امبارح والبط، فعندي محشي من امبارح. فقلت بقى بما ان انا مش هعمل اكل وعندي الاكل، اشوف بقى شقتي واشوف إن كان عندي الغيارين البساط دولت، حطيتهم قبل ما ابدا اي حاجه خالص. حطيتهم في الغساله الصبح اول ما صحيت يعني، قلت دوره خفيفه كده. وانا كل يوم بحط دوره، يعني ايه، عشان ما فيش هدوم تتكوم وتتحوش عندي وكده. وولادي ما شاء الله يعني كل يوم بيغيروا. آه فانا ما بحوش في لبس وهدوم وكده يعني. هنا بقى بص، خلصت الروتين بتاعي خلص في ثواني. عايزه اقول لكم ده كان متصور في 41 دقيقه. يعني بعد ما خلصت كده وجيت ادمج الفيديو ومنتجه واظبطه، لقيتهم 41 وحاجه كمان. فطبعا سرحته زي ما انتم شايفين كده وخليته لكم 8 دقايق وحاجه برضو، ما كملناش 9 دقايق يعني. فبالله عليكم كملوا الفيديو كده للاخر، الفيديو مشجع بجد يعني. بشجعكم وبحمسكم لو انت مكاني وعندك حاجة في شقتك عايزة يعني عايزة تعملي روتين زي ده وتنظفي مطبخك او شقتك او فرشك،
او عندك حاجة تعمليها زي ما انا بعمل كده، هتقومي تشجعي آه وتقومي تعملي شغلتك وتعملي اللي وراكي. انا كذلك، انا هوت يعني كصاحبة قناة وفاتحة قناة وبصور روتينات وفي المطبخ وكده، انا لما بشوف اي حد تاني بيعمل روتين، اي قناة تانية واي حد تاني شغال زي حالاتي كده وبيعمل روتين، انا بشجع، ببقى كسلانة وبقوم اشجع وبقوم ايه، بقوم حتى كمان يعني افتح اجيب الحامل واشغل التليفون وافتح الكاميرا واصور فيديو واعمل شغلتي برضو واعمل الروتين عندي في بيتي. انتوا برضو كذلك، يعني كلنا كده بنفيد بعضينا. انتوا بتفيدوني بالمشاهدة بتاعتكم ولايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم اللي زي العسل. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. ويا رب دايما كده تكونوا معايا وفي ظهري و... وربنا ما يحرمني من دعواتكم الحلوة ودعواتكم الجميلة. احلى اخوات في الدنيا. هنا بقى حوالين البوتاجاز بتاعي كان نضيف يعني، بس ايه، يا مدوبك عملت عليه المحشي امبارح، فهو ما كانش وسخ قوي، فلسه بقى ده سايباه لاخر حاجه خالص. طبعا بعد ما خرجنا البطاطين بره في الشمسية ونشرت شويه الغسيل اللي كانوا عندي، كانوا حاجه بسيطه زي ما قلت لكم. كل ده بعد ما ايه، ما كنست ونفضت الحصر والحفاظات ورجعت فرشت تاني. فقلت بقى ايه، ادخل على المطبخ بقى. الطاسات دي كانت عندي مركونة، كان ايه، واحدة مثلا مكان تحمير فراخ، واحدة مكان تحمير سمك. الصينية دي انا كنت محمرة فيها، كنت قالية فيها سمك آه بقالها حبة يعني. طبعا لميت كل ده وكنت مكسلة عنهم ان انا اغسلهم. كنت سايباهم وراكناهم كده على جنب تحت الحوض، على اساس ان انا كل يوم اقول ايه، هغسلهم النهارده هغسلهم بكره، لحد ما كلهم ايه اتوسخوا ومبقاش عندي طاسه نظيفه ان انا مثلا احمر فيها بطاطسايه او اقلي فيها حاجه. رحت ماسكاهم بقى، قلت لا، هو يوم الايه، النشاط النهارده والحماس، لازم نمسكهم يبقى نظافه من كله. نظفت حوالين البوتاجاز وتحت الحوض، مكان الدهون والبخار بتاع الطبيخ وكده. ورحت ماسكه الطاسات، بس الطاسات بقى ما عملتش من بره عشان مش هكدب عليكم يعني ايه، نص العمى ولا العمى كله زي ما بيقولوا كده. لان انا بجد كنت تعبت، كنت سايباهم دول اخر حاجه خالص. فكنت خلاص بقى يعني ايه، شويه الطاقه اللي كانوا عندي كانوا خلصوا. فقلت اما اغسلهم من جوه وانضفهم ولمعهم من جوه وبره بقى، ده عايز يوم لوحده. يعني هما دولت كانوا عايزين لهم يوم لوحدهم، عشان ايه، انزل الحروق والدهون اللي فيهم من بره. دول عايزين لهم يوم على النار بقى، على عين البوتاجاز كده، ولا عليهم من النار و... وامسكهم اظبطهم كده. كنت خلصت بقى، وادي البوتاجاز وادي المطبخ، والبوتاجاز كمان مسحته على الماشي كده، وريتكم شكله قبل وبعد. دي الصينيه والطاستين اللي كانوا عندي. بس كده ادي شكل المطبخ بتاعي بعد ما نضف ولمع. ده شكل الشقه بعد ما خلصنا وفرشنا. روتين على الماشي كده، بس كله طاقه وحماس ونشاط وفي نفس الوقت نظافه. وتشجعي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه يا احلى اخوات في الدنيا.